أهلا بيكم في بودكاست سيف اند لاود، البودكاست اللي هيعرف الستات كلها حقوقها وهيخليها ماشية في أمان في الشارع وفي الشغل وفي بيت وفي كل مكان ومع كل الناس. معانا في حلقتنا النهاردة خبيرة التربية الإيجابية ومؤسسة مبادرة مش حاجة عيب وحبيبة قلبي مس رنا هاني. أهلا بيكي في البودكاست المتواضع بتاعي. يا اهلا وسهلا يا دنز. متواضع شفتي؟ يعني بغض النظر عن كلمه متواضع. ايه شفتي بهرجة؟ ما فيش كهان عامله لك لون ما موف. فيش لا ناقص نجفة. ايوه يعني عايزين سنتر بيس هنا عشان الترابيزه فاضيه شويه. عارفة ترابيزات العروسة في الفرح. متواضع قوي، خليني ساكته حبيبتي رنا عشانك بس. يعني لبستك فستان بس قلت ايه اتون الداون. ده ترحاب، انا كنت متوقعه التصعيد ده بس ما تخيلتش. من فرحتي. رنا انا متابعاكي على السوشيال ميديا بقالي سنين، واول ما بتنزلي كونتنت طبعا انا كدينا طبعا انت عارفه ان انا مش بسمع ولا هعمل اللي انت بتقوليه، بس بدخل على الكومنتس عندك بنهار من الضحك. شفتي الناس منهاره. اولا انا عايزه اتكلم معاكي على جزء التوعيه الجنسيه اللي انت بتشتغلي فيه، لانه بصراحه جزء مهم جدا وكل الاهالي ضده. فكلميني بقى، هو ايه اللي بيحصل؟ طيب شوفي الكومنتس بصعب عليكي صح؟ لا هم ايه 7 سنين واتكلم معاها. شفتي طيب احنا في مش حاجه عيب. احنا يعني الهدف بتاعنا ان انا اوعي الاهالي، ومش بس الاهالي، اوعي الاطفال المراهقين والصغيرين على حاجه هي عارفه كليشيه كده ان ما ينفعش اتكلم فيها. هو التوعيه الجنسيه مش عشان بس تحمي الطفل من التحرش، التوعيه الجنسيه علشان اكسر اصلا الليميتنج بيليف والمعتقدات الغلط كلها بتاعت انا اجسامنا ما ينفعش نتكلم عليها، ما ينفعش لما الاقي في جسمي حاجه مختلفه يبقى انا خايف اسال بابا وماما، انا مش عارف ايه اللي بيحصل في جسمي ده، وحاسس ان انا طول الوقت عندي حاجه مفروض اخبيها او ما اتكلمش فيها. احنا اجسامنا ده شيء طبيعي خلقه ربنا، فمن حق الطفل ان هو يبقى عارف الديفلوبمنت والتطور الطبيعي من اول وهو بيبي. انت عارفه كمان يا دينا الناس بتتخيل التوعيه الجنسيه دي لما الطفل يبقى عنده 10 11 سنه، علشان كده لما بنزل بوست الناس بتصوت في الكومنتس. انت بتقولي من 7 سنين؟ احنا بنبدا من الولاده. والولادة انت متخيله؟ طب والنونة ده تتكلمي من غير كلام. التوعية الجنسية من قبل ما نبدأ نتكلم، من الطريقة اللي بتعامل بيها مع جسم الطفل، بمسكه ازاي، بغير له الدايبر. عارفة الناس اللي تخلي العيال تقلعها الدايبر ويخليهم ماشيين نعمل كده؟ لا طبعا انا بقول لكم ان كده غلط. ان احنا نبقى قاعدين في النادي مثلا ونلاقي حطت بيبي عنده 3-4 شهور وبتغير له الدايبر. هو هي بتبتدي من هنا بقى، ازاي بتعامل مع جسم طفلي، الاشارات اللي بتوصل للبيبي فعلا والاشارات اللي بتوصل للاطفال المحيطه بالبيبي ده، من هنا بنبدا التوعيه الجنسيه. طب هل ما بتحسوش ان ممكن لو انا ابتديت اتكلم بأريحية عن الموضوع ده قدام الأطفال، ممكن هم يبدأوا يتكلموا على أجسامهم وعلى حياتهم، على تفاصيل شخصية قدام الناس؟ صح. هو بقى هنا الغلطة اللي احنا بنعملها كأهالي. عشان كده أنا ببقى مركزة قوي إن أنا أكلم الأهالي لوحدهم والأطفال لوحدهم، بعدين أقول لهم إيه، اتجمعوا بقى انتوا قدامكم بروسس طويلة، رحلة طويلة تتكلموا فيها مع بعض. ليه؟ لأن أول ما الأم مثلا تشوف لي بوست على السوشيال ميديا بقول إن احنا نعمل كذا وكذا، بتمسك الطفل تروح مقعدة كده زي ما أنا وإنتي قاعدين محاضرة. النهاردة هنتكلم عن التحرش، تجيله تروما. أنا بعمل كده. تعالي حبيبتي احكي لك بقى، تعالي احكي لك رنا قالت كذا. ما هي تروما بقى. فالطفل يا اما يخاف، يا اما ينفر قوي، يا اما ايه يقول الله على المعلومات اللي محدش غيري يعرفها، تعالوا بقى، ويبدا يروح ينشر في المدرسه ويتكلم. من اول ما بنقول ايه ان احنا بنسمي البرايفت بارتس بتاعت الاطفال باساميها الحقيقيه، فالام تقول لي هيروح يقول في المدرسه. طيب هو انا لما يا دينا بقول لبنتي دي اسمها مناخير ودي اسمها بق بطريقه كاجوال عادي، من غير ما ابقى متوتره قوي ومن غير ما ازعق، بيروحوا يحكوا لكل الناس ويقعدوا يضحكوا، ما بيعملوش كده. ليه؟ لان طريقتي هي اللي بتفرق. ارتياح الاهالي مع الموضوع هو ده اللي بيوصل للطفل. طول ما انا متوتر، طول ما انا حاسس انه يا نهاري على الرعب، ليه بتعملوا فينا كده، بتطلعونا بره الكومفورت زون ونتكلم مع الاطفال في حاجات كريتيكال كده، ده اللي هيوصل للاطفال وهيروحوا يتكلموا في كل حته اساس انها حاجه عيب. عشان كده دايما بقول مش حاجه عيب. طب انتي لما بتدي سيشنز برايفت لمبادرة مش حاجة عيب بتعملي ايه مع الأهالي وايه مع الأطفال؟ طيب أنا في مش حاجة عيب مقسمينهم لكاتيجوريز، ليه أهالي ومقدمين الرعاية كلهم اللي بيتعاملوا مع الأطفال من زيرو، من سن الولادة لحد 8 سنين،
والكاتيجوري اللي بعدها لمقدمي الرعاية والأهالي من 9 سنين أو من 8-9 سنين لحد البلوغ و13-14 سنة، وجزء تاني للمراهقين بنكلم فيه المراهقين الولاد لوحدهم، وجزء رابع المراهقين البنات لوحدهم، والجزء الأخير للأطفال تحت 8 سنين. كل يعني ال5 أقسام اللي أنا قلتلك عليهم دول كل واحد بنتكلم بطريقة معينة. الأهالي بنقول لهم ايه اللي مفروض تعرفوه. اصل خدي بالك التوعية الجنسية دي هي فعلا عملية تدريجية جدا جدا، عمرك ما بتاخدي المعلومة وتديها للطفل مرة واحدة، تفضلي سنين. فاحنا بنقدم للأهالي من 0 ل8 سنين مفروض تقولوا ايه وامتى، ايه الأسئلة اللي يتخيلوها. ما انت عارفة الأسئلة دلوقتي كتير جدا، فايه الأسئلة مجمعين لهم كل الأسئلة اللي يتخيلوها وازاي نجاوب عليها والطريقة اللي نجاوب عليها وكل المعلومات اللي لو الطفل حتى ما سألش فيها انا مفروض ما اتأخرش عن 9 سنين مثلا لازم اكون مقدماها. بس الطفل دلوقتي اكسبوزد بقى غير ده، هتلاقيه بيسألك من هو 6 سنين بالزبط. انا كنت زمان بتلاقي الطفل بيسأل أيوة. 11 سنة وممكن ما يسألش. ايوه دلوقتي العيال صغيرة متوحشة. دلوقتي حبايبي طالعين من كيجي عايزين يتجوزوا وعندهم كراش وبيحبوا وبيسألوا على البرايفت بارتس بتاعت بعض وبيسألوا على هما ليه انتي وبابا بتبوسوا بعض في بقكم، أسئلة يعني الأمهات يا حبايبي بيتثبتوا. ولما أكتر غلط بنعمله لا ما بنتكلمش في الحاجات دي. طب انتي عايزاهم يقولوا ايه؟ طبعا لازم يجاوبوا بالراحة. يجاوبوا. عارفه ليه الامهات بيقفشوا في الكومنتات؟ لان بتحسي انه هي ازاي هتسيطر على اعصابها بالسرعه في اللحظه دي. انا جايه السؤال اوت اوف نوير، المفروض ابقى ماسكه نفسي. ايوه لا يا حبيبي نمسك التكست بوك. انا لعلمك انا بدرب الامهات في الورش على رد الفعل الاولاني للسؤال الصادم ده، زي ما عملتي بالظبط، ابتسامه لذيذه كده حبيب ماما وقفت تطبخي كملي طبيخ. ايوه عامل بس الملوخيه اخلص الملوخيه وارد. ايوه وده سؤال جميل قوي. حلو، انا مبسوطه انك سالتني السؤال ده. وابتسامه عادي فيك الابتسامه بس عشان تسيطروا على الخضه اللي في الاول، لان دي اللي بتقفل الولاد وتقول لهم لا المكان ده مش امن، ما تسالوش هنا تاني. طب انتي بتقولي ان انتوا دلوقتي يعني كل دكاتره التربيه دلوقتي دايما بيقولوا لنا ان لو ابني متعود يحكي لي او بنتي على كل حاجه، ده هيخلي لو حد حاول يعمل له حاجه فرص انه يحكي لي اعلى. ولكن مثلا انتي عارفه ان في ولاد برضو ممكن ما يحكوش. ازاي انتي بقى تضمني ان العيال تحكي؟ هو للأسف في الموضوع ده مفيش ضمان 100%، بس اللي احنا بنعمله ان احنا من اول ما الطفل بعيدا حتى عن التوعية الجنسية من وهو صغير خالص يا دينا، عارفة الهجمات المفاجئة اللي احنا بنهجمها على الولاد لما بيغلطوا، لما يجي لنا شكوى من المدرسة مثلا، فأول حاجة انا بعملها ايه؟ انا عرفت ان حصل كذا وكذا وكذا، ازاي تعمل كذا؟ الرد الفعل ده هو اللي بيخلي الطفل دايما محطوط في خانة الدفاع عن النفس. هو ممكن يكون يا حبيبي عنده حق في جزء من الموضوع، فلازم تبقى بدايتي دايما في مشاكل الولاد ان انا اسأله ايه اللي حصل، انا حابه اسمع منك، قولي وانا هصدقك. طيب ممكن تحل الموضوع ده ازاي؟ ليه ادي دايما الطفل المساحه ان هو انت المسؤول وانا في ظهرك، مش واقفه فوق دماغك وفي وشك وبرزع لك. المسجز اللي بتوصل من تصرفاتنا من day one في حياه الاطفال هي دي اللي بتخليهم لما يقع وقعه جامده بقى يبقى عارف ان انا حتى لو الطفل غلطان، حتى لو على فكره هي البنت مثلا او الولد شركة في الموضوع ده، عملوا مصيبه مثلا، بعتوا صورهم اونلاين ولقوا نفسهم لابسين في مشكله كبيره، حتى لو هم شركاء في الموضوع ده بس هيبقوا عارفين انا غلطان، بس بابا وماما هيقفوا في ظهره هيساعدوني احل الموضوع، بس الموضوع في الاخر هيتحل مش مجرد هيحطوا عليا ويعاقبوني ونقف عند اللقطه دي. بمناسبة بقى الأونلاين وإن الولاد بقى بيحكوا لأهاليهم وكده، أنا واحدة صاحبتي بنتها بتحكي لها كل حاجة ومعياها وعاملة زي ما أنتي بتقولي بالظبط. اكتشفوا إن البنت وهي بتلعب روبلوكس، طبعا عارفاها أي أم بقى عارفة روبلوكس، إن البنت مرة باباها عدى بنت جالها بانيك كده فهم شكوا إنه في حاجة فدخلوا. للأسف أنا عارفة إنك ضد البص في الموبايلات، ولكن هم بصوا في موبايل البنت لقوا في الشات حاجة عبيطة قوي يعني. هي تعرفت على ولد بلاير تاني، قال لها لو ما قلتليش حاجة معينة هقتلك. البنت أصلا هو مش عارف هي فين ولا عارف هي مين، ولكن البنت اللحظة جالها فوبيا إن هو ممكن يعرف اللوكيشن بتاعها فجالها بانيك فما قالتش لأهلها ومع إنها متعودة وأهلها إلى إنها تحكي لهم كل حاجة. أنا بقى ما سمعت القصة دي قفلت. أولا بالنسبة لروبلوكس عايزة أقول للأهالي حاجة، في طريقة إن أنت تقفل الشاتس اللي بينهم وبين البلايرز التانية. تبقى عارفين الخاصيه بتاعه الفاميلي بيرنج اللي هو انت اللي ماسك الاكونتات بتاع كل اطفالك، دي مهمه جدا يا جماعه في كل الابلكيشنز. بتدخل بيسمح لك ان انت تقفل الشات،
فهو ما يعرفش يتكلم. يعني هي مشكله روبلوكس ايه؟ ما بيبعتوش صور، ما يعرفوش يبعتوا فويس نوتس الكلام فتقفل على الولاد الشاتنج. ولكن انا ولادي مثلا عملوا ايه؟ افتحوا برضه لقيت مش ممكن عيال في سايبر عيال هاكرز يعني قالوا لي انه في طريقه وهو بيلعب كده وماشي بيبقى في كده بوسطه قدام البيت بيطلع الجواب منها يكتب مش عارف يتكلم هيكتب عليها حاجه بتظهر اوكي بيتصرفوا. هو ما فيش حل. انا مهما اعمل هو اللذيذ ان انت قلتي ما فيش حل ومفيش منع. مفيش حل يمنع مينيمايزنج الكارثه. بنقلل. وانت عارفه القصه اللي انت حكيتيها دي ممكن تكوني يا حبيبتي البنت بس خوفها الوحيد ان بابا وماما ما يخلونيش العب، ما هي دي خطر، فانا ما قلتش علشان عايزه اكمل لعب. فهماني؟ بس هو ريد فلاج انه في موقف زي ده هي ما حكيتش. ده معناه ان انت كل بقى اللي انت قاعده بتقوليه يوسلس. علشان كده انا لازم ابقى، انا دايما بقول في اللعب دي نحاول نلعب مع اولادنا، نحاول نبقى ده العب روبلوكس يا رامي. معلش حاولي. انا بزهق جدا على فكره وما عنديش وقت دراسات وعربي عشان اقعد العب روبلوكس. عارفه لو ما عندكيش وقت تلعبي اتكلمي طول الوقت تتكلمي على اللعبة، عملت ايه. ولما يجوا يحكوا لنا القصص المملة جدا بالنسبة لنا بتاعة اللعبة اسمع واقول له طب وهو قال لك ايه؟ صدقني بيحكوا. ايوه طبعا ده بيتبسطوا جدا لما بيلاقونا مهتمين. وقال لي قلت له مين اللي قال لك يا حبيبتي؟ تعالي ايوه احكي لي كده. انت موبايل كده بالظبط. تخيلي بقى انت ماسكاها وتقولي لها ايه، قولي لي اتكلمتي مع مين، اوعي تكوني بتتكلمي مع حد، هترد عليكي. انا بزعل قوي من الاهالي، مش قصدهم يعني ببقى نفسي الاهالي يعرفوا الابلكيشنز بتاعت السوشيال ميديا. لازم يبقوا عارفين يعني ايه سناب شات، لازم يبقوا عارفين يعني ايه تيك توك. مفيش حاجه اسمها انا ما عنديش اصلا تيك توك وبنتك انفلونسر على تيك توك. لازم صح. بس تبقي في الصوره موجودة، تلحقي الدنيا من اولها. ايوه موجوده وبتتابعي وبتشوفي الكومنتس وبتتكلمي انت كمان وبتعلقي معاها. ولما تلاقي حد بتتابعه وبتحبه قوي، مغني حد بتقلده مش عارفه تتابعي انت كمان وتتكلمي رايح جاي كده معاها. عشان معلش هنحاول والله العظيم انا عارفه العب روبلوكس واتابع اليوتيوبر ولا اتابع شغلي ولا عايزين مني ايه يعني. ما حدش قال لي كده وانا صغيره. الله انا دكتوره دكتوره ومرتاحه. طب بمناسبه بقى السوشيال ميديا، انا شفتك منزله فيديو حلو قوي عن في اب بيسال ان اكتشف ان بنته بتبعت صور على سناب شات وكاتب انها مش صور مخله ولكن هي صور شخصيه لها. في اب تاني كان كاتب ان هي قلع الحجاب وبتوري له شعرها. فانا عجبني قوي الكلام اللي انت كنت بتتكلميه. احكي لي بقى الاهالي يعملوا ايه في الموقف ده؟ موقف زي ده احنا لازم ناخد موقف فيرم، ما ينفعش ما فيهوش هزار، لان هو بجد خطر جدا. والصوره اللي بتتبعت اونلاين انت عارفه يا دينا يعني هي هتفضل مدى الحياه في تاريخ في الريكورد بتاع البنت. فهناخد موقف فيرم، هنقف هنقول لها ان هي البنت بتسيء استخدام الحريه اللي احنا مدينها لها. فهنوقف بقى، هنعمل بوز كده سواء للابليكيشن سواء لاستخدام الموبايل لحد ما نتكلم. مهم اعرف البنت بتعمل كده ليه. لما بنت تكون بتبعت صورها بشعرها بلبس معين، هي عايزه تسمع ايه؟ ما هي ممكن تكون عايزه تسمع كلام حلو، يمكن هي مش حاسه بقيمتها في البيت، مش حاسه الولد ده بالذات الوحيد اللي بيقول لها ان هي شكلها حلو ان هي شعرها حلو. ممكن جدا الولد ده يكون بيبتزها، ممكن يكون ما عندهاش اصحاب مثلا او دايرتها مش كبيره، فهو ده الوحيد اللي بيحسسها بانتمائها، فاي حاجه بيقولها لها هي بتعملها. وممكن يكون عادي جدا مراهق طبيعي دايما هم بيتمرد يتست الليميتس. انتوا اخركم ايه في البيت، اخرنا ايه في الصح والغلط، طب انا هروح وراه واشوف ايه اللي بيحصل، الدنيا فيها ايه. وفي رنا برضو ان الجنريشن دلوقتي اتغير، هو ده بقى العادي. بالظبط العادي. انا بسمع قصص في كل المدارس بكل الخلفيات. صح. يعني مش مثلا المدارس المفتحه زي ما الاهالي بيسموها لا، هو في كل المدارس دلوقتي العيال بقى عادي. يعني اونلاين بيهيفير بتاعهم غيرنا خالص. فالحرب بالزبط. او الميشن اللي وراكوا اكبر بكتير. وبعدين هم بيحسوا بالسعاده، هي دي من سمات المراهقه اصلا، بيحسوا بالسعاده لما بيعملوا حاجه مختلفه او حاجه ايه يعني تحسسهم بالخطر كده. فكل ده انا لازم اعرفه. وبعدين ايه، نبدا بقى نحط قواعد من اول وجديد. لو مثلا انا مش عامل فاميلي بيرنج هكونكت موبايل البنت بموبايل المراهق، بس المراهقين بيرفضوا. انت لو يعني انا ابني مثلا دلوقتي رافض تماما، خلاص هو كبر وشايف. طب هو بيعرف منين ان انت عامله فاميلي بيرنج؟ انا بقول له طبعا ما بعملش من وراه. طب ليه؟ حقه. طب ما هو رفض فاضطريتي تشيلي فاميلي بيرنج، فالحل ايه؟ وصلنا لاتفاق معين، قلت له يعني مثلا في ابلكيشنز اتفقنا ان هي هتتشال. زي ايه؟ سناب شات. حقيقة سناب شات كارثة وما عرفناش نعمل ليميتيشن ولا نوصل لحل وسط، وهو ما كانش مرتبط بيه قوي، فهو قال لي خلاص احنا نشيله
وبالنسبه لتيك توك يعني انا الحق يقال تيك توك من اكتر الابلكيشنز اللي بحس ان هي بنعرف نكنترول مسيطرين المحتوى عليها، وبنتفق مع الطفل ونكتب كي ووردز ومش عارفه ايه. وانا معاه على تيك توك رايحين جايين مع بعض. ابعتي له من اكونت فيك اعترفي لا زيك انا متابعه معاه، شايفه الفيديو، شايفه اهتماماته فنوعا ما مطمنه. الفيسبوك طبعا ايه العيال اصلا مش لا مش سنهم هم مش مهتمين. بس انا عايزه اقول لك حاجه، سناب شات يعني لما انا بعمل الاكونت بتاعي للشغل، لا انا بشوف كونتنت من الاريا اللي حوالينا كونتنت بشع. ولكن الولاد اما دخلت عندهم انا عايش هم بقى بيشوفوا نفس الحاجات ولا لا، هم ظهر عشان عاملين فولو الاجانب، فالكونتنت شكله مختلف خالص. هو برضو اوحش من تيك توك مبدئيا، عامل ليميتيشن على كونتنت فظيع. واي يعني حتى لو منزلين فيديوهات، انت عارفه انت لو منزله بيبي مثلا لابس مايو الفيديو بيتشال. ما انا يعني انا حبيت تيك توك لما فعلا جربت، لقيته هو احسن واحد في الابلكيشن. هي مشكلته الاكسبوجر. هو لو عامل بابليك اكاونت هي دي الكارثه. ما هي دي بقى مش مسموحه، دي لحد دلوقتي احنا من القواعد بتاعتنا ان احنا نبقى حتى لما انا بعمل معاه فيديو فاني او كده لا بنعمل له سيف ومش بننزله. طب ولو عمل اكاونت من وراكي؟ لا دي ما فيش كنترول. هجيبه انا لسه هفشه ابن صاحبتي ما قلتلهاش او لا. طب ولا ما قلناش انا شفت لا انا شايفه انك تقولي لها يعني انا اتمنى لو يعني بس اصل اقول هو كان قاعد بيشتم على فكره والله بجد. ما هو حلو موضوع حبيبي يعني هو عامله عشان عايز يشتم. لا يعني هو شاف حاجه مش عاجباه فدخل شتم اللي عامل الفيديو. فانا هو احنا بقى انت عارفه انا احب الكومنتس لقيته. ما احنا بقى هنا يا دينا بصي انت بتقولي ايه ممكن يكون الولد عامل من ورا باباه ومامته عشان عايز يشتم ويتكلم براحته. فاحنا هنا بقى ذكائنا ان احنا يبقى في عندنا دايما وزنه، مش كل حاجه لا. يعني انا ابني كبر وخلاص في سن المراهقه بيقول الفاظ ساعات، فانا لما بسمع وشايفاه وهو بيختبرني ويختبر رد فعلي ويقول اللفظ كده يفضل باصص لي تعملي ايه؟ فانا اقول له يعني ايه الكلمه دي؟ انا خدت بالي ان انت صاحبك امبارح كان بيقولها لك فعلا وانت فاتح السبيكر. هطلب منك بس في عالم اليوتوبيا انت عارفه طبعا هيحصل انا بس بطلب منه ايه انه ما يقولهاش قدام اخوه الصغير مثلا. لكن ما بقولوش لو لفظ يعني مش يعني لفظ مش كويس بس مش كارثه. بطلب منه ليه؟ لان انا عارفه انه هيقولوا مع اصحابه وسامع اصحابه بيقولوه، ومش هينفع افضل اعلق على كل تنتوفه وازعق واقول له كده غلط وايه القرف ده، وابقى انا كده عارفه عامله زي السجان في البيت ما قاعده كده ماسكه رولز بس هيعمل كل حاجه من ورايا. لكن لما افوت انا بتخض لما بشوف الولاد بيشتموا وهم صغيرين في مثلا جريد 5 لا اسمع يعني الاقي الابهات بقى قاعدين بيقولوا هو ده العادي. اقول لهم هو ايه اللي عادي؟ انا مش فاكره زمان بس انا عشان كنت مدرس بنات بقى ما شفتش الحاجات دي. انا لحد دلوقتي لسه حد قريب ما اعرفش معاني الشتايم اساسا لحد اول امبارح والله العظيم. بس فاحنا ايه عشان كده كنت اجيب لك سلاح التلميذ يا جماعه. انا كنت جايبه الرنا بروبس وراها هنا على المكتبه دي سلاح التلميذ. وانا لسه طالعه مذاكره الدراسات عندي تروما فليه بتعملي معايا كده؟ جايبه لها بفكرها بديها بحطها في المود التربوي بالظبط. هنتكلم بقى على حاجه مهمه قوي، التمارين. هنعمل ايه دلوقتي؟ المدرب بيبقى لازم بالذات في الجمباز والفتنس لازم يمسك الولاد ولازم يعمل ستريتشنج بنات وولاد، لان دلوقتي امهات الولاد بقوا مستوعبين ان مش البنت بس اللي في خطر، ده الولد كمان. ايه الليميتس بتاعتي؟ قبل ما اقول الليميتس بتاعتي وادرب بنتي عليها ادربها من الاول خالص. زي ما قلنا ايه سكس اديوكيشن بيبدا من الولاده، من البيبي وهو صغير، في ان هو يبقى ليه حق الرفض لاي لمسه غير مريحه، في ان هو ادربه يثق في احساسه. انت عارفه يا دينا احنا بجد عندنا فطره كده بلت ان فينا، احنا بنحس بالحاجه اللي مش مريحه وجسمنا بيبعت لنا اشارات. فمن صغرهم لما يدخلوا على جد ونانا يبقى الطفل مش عايز يبوس، مش عشان حاجه بس هو مش مرتاح دلوقتي ملوش نفس، فنبدا نبتزه عاطفيا. كده جده هيزعل منك، كده هيقولوا عليك قليل الادب، طب انا مش هكلمك بقى لحد ما تديني بوسه وتيجي تقعد في حضني. فانا هنا بديله ايه؟ بقول له يا حبيبي خليك واثق في احساسك، بس عند جده ونانا وخاله والكابتن ومش عارفه لا. واصلا الدراسات كل الريسنت ستاديز بتتكلم في موضوع التحرش ده، بيقولوا ان اكتر نسبه تحرش بتيجي من الدايره القريبه اللي الطفل مطمن لها، السيف زون، من السيف زون اقل ناس تشكي فيهم وتتخيل. بالظبط. وده مش بنقول بقى ان الكابتن لازم هيتحرش بالطفل، ما بنتكلمش كده، بس احنا لازم ان الطفل يبقى هو الرقيب الاول على اللمسات اللي بتجيله، وعارف ان 100% انا واخد الحق من اهلي ان انا اي حاجه مش مريحه بالنسبه لي اعترض عليها.
الكابتن بيفرد رجل البنت مثلا في الجمباز جامد، فهي دي حركه من التمرين، جه يعمل لها مساج يفك عضله، فهي حاسه انها مش مرتاحه، ودي حاجه مطلوبه، هو لازم يعمل كده، بس هي مش مرتاحه، يبقى حقها ترفض. تقول لي يا كابتن اديني مثلا، اقول لي اعمل كمادات، قول لي ابعت لي فيديو اعمل انا مساج، مامتي تعمل لي whatever. فهنا الام بقى ما تجيش تزعق وتقول لها يعني الكابتن هيعمل ايه، براحتها، وتطلب من الكابتن ان هو لما بنتك لما بنتي تقول لك وقف بليز وقف. بس انا بحس اكتر يعني الكابتن اصلا بيبقى قاعد بيزعق ومبهدل العيال، فان البنت يجي لها جرأة تقول له لا، هي لازم تبقى في ستايل التمارين البرايفت اللي هي الاهالي بتبقى مسيطره، لكن التمارين اللي هي بقى يعني الزحمه الفريق مستحيل. هو مش مستحيل لو احنا كاهالي كنا حاطين القواعد بتاعتنا من الاول، واحنا اللي بنجبر اللي حوالينا ان هم يحترموا القواعد دي، سواء بقى ضرب، سواء زعيق، سواء لمسات، اي حاجه. انا اللي بحترم اللي قدامي، بحط الرولز بتاعتي، بفهم بنتي ان انتي من حقك، ما انا قاعده بعيد طول الوقت، انا مش عارفه ايه اللي بيحصل طول الوقت. فلما بديها الامباورمنت دي، ان انا مصدقه احساسك واللي مريح ليكي هيحصل، فالطفل بيبقى قادر يدافع عن نفسه. خدي بالك كمان الكباتن بيبقوا عشره طبعا هي مش متخيله، هي هتشكك في نفسها بالظبط، لا يمكن يبقى قصده حاجه، ده الطبيعي، وهي صغيره كمان، هي ما تعرفش يعني ايه مش طبيعي. بالظبط. وانا طب العيال اللي مش مركزه، عارفه في عيال بتبقى متوهه كده، مش مستوعبين ولا مركزين، وتبقى ماشيه لبسها واقع، مش العيال اللي هم بري تينز، صفر استيعاب للانفايرومنت حواليهم. العيال دي لو اتلمسوا بطريقه، انت عايز تقولي لي ان هم هيستوعبوا ايه اللي بيحصل لهم؟ بصي يا دينا، من خبرتي مع الكلاينتس يعني زي ما بقولك، فطرة البني آدم اللي اتولد بيها هي اللي في الآخر بتغلب. هم ممكن ما يقولوش، وممكن ما يعني يستسلموا، مش لسبب ان هم مش فاهمين، لا هم مش مصدقين. في بنات كتير او ولاد بيبقوا مثلا الكابتن بيتحرش بيها او بيلمسها لمسات غريبة بالنسبة لها، هي مش مصدقة. زي فريق الجمباز بتاع أمريكا اللي فجأة كلهم طلعوا ورفعوا قضية على المدرب بتاعهم. بنات كلها خافت تتكلم، بيعيشوا في دينايل في الأول، إنكار شوية. انا نفسي مش مصدقه، هروح اقول لماما هتصدق ايه؟ هيقولوا عليا ايه اصلا في التمرين؟ وطبعا الصوره اللي معروفه عن وهي ايه اللي وداها المكان ده، وايه اللي خلاها تلبس كده، يعني دايما ايه طبعا الضحيه بيتلام طبعا لابسه مايو كده. طب الام تفضل قاعده في التمرين، يعني الجمباز هو بيبقى صاله كبيره والام قاعده، هي والسباحه انت ترشحي يعني تقترحي ان الام تبقى قاعده وبصه؟ يعني انا تمرين السباحه تبقى قاعده عيني كده يعني ولكن ساعات اروح بص على الجنب. طب ايه بقى نعمل ايه؟ انا دايما مع ان السن الصغير بنقعد، انا وولادي هم صغيرين دايما لازم ببقى قاعده، وببقى عارفه اللي بتبقي لسه بتتعرفي. الحمد لله الكباتن كلهم عارفيني دلوقتي، فهم لو فكر لو فكر ما بضطرش اقول اي قواعد، هتبقى نهايته. بس السن الصغير ببقى قاعده علشان ايه؟ ابقى متاكده طول الوقت. يعني انا مثلا معايا حد بيساعدني، بتيجي معايا التمرين، فببقى يعني دايما افضل اعيد وازيد لابني بعد التمرين، ما تدخلش معاك التويلت لو انا مش موجوده. ببقى انا واقفه بره بس شايفاهم وهي بتساعده، بتديله اللبس ازاي، بتحط اللبس، يعني ايه، بتاكد ان هو عارف البروسيس وعارف يقول ولا، ويحط هو كمان رولز. ده مهم لو الولد داخل الحمام لوحده في وسط ولاد تانية وأبهات ومدربين، يبقى عارف الباب ما يتفتحش. لو هو شاف باب، خدي بالك ممكن الطفل يدخل التويلت تلاقي في حد واقف مش لابس حاجه في نص التويلت عادي، ودي بتحصل كتير. امهات تبقى بتغير لاولاد، يعمل ايه؟ ما انت لازم تبقي معاه عشان تبقي معرفاه ان هو ده مش مشهد طبيعي، وان احنا محتاجين نغمض عينينا، وممكن في ناس تبقى مش عارفه ان ده غلط. فكل الحاجات دي في السن الصغير أساسي، ما ينفعش نسيب الولاد. بعد سن 7 سنين مثلا ممكن بقى أنا أبقى بتست كده، بختبر، بشوفه هو بيعرف يعترض، بيعرف يحافظ على نفسه، عارف الرولز كويس سواء في البيت أو بره البيت. وبعد شوية خلاص أنا شفت حاجتين 2 مشهدين كده، واحد لايف واحد على السوشيال ميديا. اللايف بشوف دايما كباتن السباحة شايلين بالذات في مش البيبيهات اللي هم 2 سنين، الطفل بيبقى خايف وبتاع، يروح حضنه وبايسه. انا ما بشوف المنظر ده بترعب، بس بحس ان يمكن انا اوفر، انا بخاف بزيادة. منظر تاني شفته على السوشيال ميديا، أكاديمية جمباز، حاجة فانسي قوي يعني،
البنات كسبوا وبتاع، فالمدرب شايلهم هما الاتنين وقاعدين على دراعه كده. انا بالنسبه لي ده مش عادي. فالبنات الصغيره بالذات، هل لو انا شفت الكابتن شايل البيبي وبيبوسه اقول له ولا غير الكابتن ولا ما وديهوش تاني ولا اعمل ايه، ولا ده عادي اصلا؟ بص، هي دي يعني اولا بتختلف على حسب ايه طريقه التلامس نفسها. يعني في احضان وبوس بتبقى ايه يعني مش انتمت قوي، والطفل مرتاح وانتي مرتاحه وانتي عارفه الشخص. يعني هي دي اللي اقصد اقوله لك، ان هي دي رولز انتي بتحطيها من الاول، انتي كأم بتحطيها من الاول. انا مش قابله ان بنتي تتشال. احنا بنقول للاطفال من هو صغيرين ما بنقعدش على رجل حد. طب ما ينفعش الكابتن يبقى شايلك وانتي فاتحه رجليكي مثلا وفي حضنه. فانتي من الاول بتقولي الرولز للكابتن عادي. لو عايزه تعترضي طبعا اقول له ما تبص بنتي، اقول بليز، بس انا مش يعني بس انا ببقى خايفه ان هو يبقى يتنشن، هو اللي هو انا كاني بقول له انت متحرش وهو ما عملش حاجه. فهو برضو بالنسبه، بس على فكره هو دلوقتي الناس بقت مستوعبه جداً قوي جداً. ان هم يبعدوا. يعني حتى ما تبقي واقفه في حته زحمه تلاقي كل الناس بتعدي من بيخافوا. الناس البريئه بتخاف، المتحرشين لسه مكملين. ايوه. لا، انا شايفه ان انت بتقولي القواعد بتاعتك عادي، الرولز بتاعتك عادي، الطريقه من غير ما نبقى متحفزين، انت عارفه من غير ما وفي نفس الوقت لما نقول للطفل يا دينا ما نخوفهمش، ما بنجيبش لفظ تحرش وممكن يعمل فيك لا تبقى. طب هياخدك سيريسلي ازاي؟ لا الطفل بتحتاجي تقولي له حاجه 100 مره. ازاي بقى؟ قصص وحواديت قبل النوم، لعب رول بلاي، قصص روبلوكس، تيك توك. انتوا عايزين مننا ايه؟ امتى ممكن اعرف امتى؟ في وسط الشغل بودكاست. نعمل ايه؟ لا والله قبل النوم. بصي، من اكتر الحاجات الحلوه قوي بتنفع الولاد قصه قبل النوم اللي تبقى اوبن اند. احكي حدوته واقول لها البنت دي كانت المفروض تعمل ايه. هو الولد ده لما صاحبه فتح عليه باب التويليت وقال له انا عايز اشوف البوكسر بتاعك، كان المفروض يعمل ايه؟ هو ده صح؟ طب شفتي حد بيعمل كده؟ هتلاقي بقى العيال قبل النوم ريلاكس بيحكوا، وده يعني يعترفوا وفي نفس الوقت علميا ده اكتر وقت بيتخزن فيه معلومات. المخ كده بياخد المعلومه ويقفل عليها. فانا كده وصلت المعلومه بطريقه اندايركت من غير فزع، من غير ما اقول لها الكابتن ماسك ليه، انت عارفه انه ما ينفعش يتمسك، طب والله ما انت رايحه التمرين تاني. تخيلي بقى، ده هي هتروح تعمل حاجه، هتبدا تستكشف بقى. ونقول الاولاد ليه عمالين يستكشفوا اجسام بعض؟ هم عشان بمناسبه القصه دي، الامهات بتنهار ان الولاد في المدرسه السن الصغير مع بعض، اولى ابتدائي كده بيبداوا يعملوا الحركه دي مع بعض. وفي ناس تلاقيهم بيقولوا لا ده بيستكشفوا بعض عادي. وفي امهات تقول لا ده الطفل ويبداوا يتهموا الطفل التاني انه متحرش وهو في اولى ابتدائي. هل ممكن يبقى هل ممكن ميول التحرش تبقى عنده في السن ده؟ لا، احنا هو مش ميول تحرش على قد ما هي بتبدا باستكشاف طبيعي. احنا لحد 7 سنين بيبقى استكشاف طبيعي، ويمكن الطفل مبقاش مش فاهم قوي، هو عايز يستكشف فعلا. بعد 7 سنين ممكن نكون احنا اتصرفنا غلط مع الموضوع ده، الطفل بقى ليبل زي ما بتقولي، بقى خلاص متعلم عليه ان هو بيعمل كده، فبالتالي هو صدق، فعايز يلفت النظر بالطريقه دي. عارف ان هو بيعمل قلق، فانا عايز اضايق اللي حواليا، عايز اضايق بابا وماما. فبدا الموضوع يتحول لسكه غلط، فاحنا عايز يعني ايه نبدا نظبط احنا رياكشننا الاول. لكن قبل 7 سنين وطول ما الولاد في نفس السن، يعني مش طفل مثلا 9 سنين وطفل تاني 2 سنين، ده خطر بقى. ده خطر. ده هنا في ساين بتقولك الطفل ده بيتفرج على حاجه، شاف حاجه، اتعامل معاه حاجه، اتعاملنا احنا غلط معاه. يعني في هنا قصد وتعمد وفي حاجة في الدماغ. لكن أطفال في سن واحد بيرفعوا لبس بعض، بيكشفوا بالسماعة لعبة الدكتور على بطن بعض، الحاجات الطبيعية دي. فاحنا مفروض ما نأفورش، وفي نفس الوقت ناخد موقف. بتعملوا ايه؟ بنلعب ايه؟ طب احنا مفروض نلعب ازاي؟ طب بديل لعبة الدكتور ايه؟ طب ممكن نجيب عروسة ونكشف عليها، ما ينفعش نرفع لبسنا. عروسة في الجنريشن ده يجيب لك الموبايل بقى. مفيش عرايس خلاص. ونتابع الأطفال ما يقعدوش بقى في أوضة واحدة الباب مقفول، نايمين في سرير واحد ومتغطيين بغطا واحد. يعني القواعد البسيطة دي نبدأ ندخلها كده ايه بسلاسة علشان نبقى مطمئنين. طب وجود الاخوات لما يكبروا شويه في السن، الولد والبنت في اوضه واحده، احنا دايما عارفين احنا صغيرين لازم يتفصلوا اول ما يكبروا شويه في السن. هل لو ما اتفصلوش ده ممكن يتسبب في مشكله ريليتد للتحرش؟ انتي بتقولي اكتر نسبه تحرش بتبقى من ناس في الكلوز سيركل والاخ واحد منهم. بالظبط. هل ده ممكن يحصل؟ طبعا ممكن يحصل. ويعني بتجيلي كيسز كتير جدا، مش عايزه اخوف الاهالي بس والله، لا بالعكس انتي لازم تقولي لهم. الولد كل ما بيبدا يكبر كل ما استكشافه بيزيد،
الحاجات اللي بتجيله من السوشيال ميديا ومن بره، فضوله بيزيد ناحيه، مشاعره بتزيد ناحيه الجنس الاخر. لو انا مقعد معاه اخته طول الليل والنهار في الاوضه مع بعض، البنت قاعده مرتاحه على السرير، لابسه قصير، لبسها مرفوع، طبعا احنا مش بنقول ان ده الطبيعي ان الولد لازم هيبقى باصص على اخته، يعني احنا انت مدياله سبيس ان هو مخه يروح ويجي، هيبقى هي دي البنت الوحيده اللي قدامه. فهو لو عايز يستكشف او لو عنده قبول لفكره ان انا عايزه استكشف، عايزه اقلد، هيبقى اول حد قدامي هو اختي. فاحنا لو مضطرين عايزين برضو نتكلم، البيت بتاعي ما يسمحليش ان احنا يتفصلوا، يبقى ما ينفعش يناموا في سريرين جنب بعض. حتى البنتين والولدين على فكره لو نايمين في سرير واحد ما ينفعش يتغطوا بغطا واحد، كل واحد بغطا وهم صغيرين. وده بنتكلم عشان المصايف بقى والسليب اوفر مع بعض والكلام ده. نخبط على باب الأوضة قبل ما ندخل. لو أنا حتى كأم أخبط وأفتح، أنا بقولش أخبط واستنوا عشان لو الطفل قاعد مدى الحياة في الأوضة وقافل على نفسه، بس أخبط وأدخل الباب. عودهم هما الاتنين ما يغيروش قدام بعض، يعني أعمل يعني كل السيفتي رولز اللي أقدر عليها، وفي أقرب وقت إن ده احنا من نفصلهم. اول سن كام ما يغيروش قدام بعض؟ يعني انا مش بحب ابقى اوفر، بس هو من 3 سنين. من 3 سنين حلو. من الولد 3 سنين ولا البنت؟ الاثنين من 3 سنين. من 3 سنين الولد والبنت، مش قدام بعض بس، قدام جد وننه، قدام كل الناس. باب التويليت يتقفل، يعني البنت قدام باباها لا؟ يعني لو الاب انفولفد في وبيغير وبيساعد وكده، مش عايزين نبقى، اصل بعد شويه يعني البنت بتكبر. طب هل هو طبيعي ان الاب يساعد؟ لا، هو مجرد ما البنت خلاص يعني عدت فقرة المساعدة دي، يبقى هو ملوش لازمة. هو في حاجة ملوش لازمة سوري يعني هو ملوش لازمة يتدخل يعني. وفي حاجة كمان، البنات والولاد اللي متوعيين من الأول هتلاقيهم هم لوحدهم بيرفضوا. لا يا مامي اطلعي بره الأوضة. أيوة. أنا بغير. هنا بقى قلبك يرتاح كده، تحسي هتلاقي بقى 5 سنين الكورس مش حاجة عيب. اشتغل على أولادي مش على دينا. في اخيرا حد بيسمع. طب لما بتدي كورس مش حاجه عيب للتينيجرز بقى، المراهقين الكبار، بيتفاجئوا بقى ويبقوا قاعدين بقى مش مصدقين نفسهم، ولا اللي هو بيبقى قاعدين اللي هو ايه، عارفه زي لما كانت جدتك تحكي لك حاجه زمان اللي هو ايه انتوا قدام قوي. يعني الموضوع بيبقى عامل ازاي؟ بصي، هو انا بقول لهم معلومات، يعني انا مش بديهم ليكتشر كده، عشان طبعا العيال فعلا زي ما انت بتقولي بيبقوا فاهمين. فاحنا بنعمل اكتيفيتيز وبنتكلم في كذا جزء، يعني انترنت سيفتي، البلوغ، العلاقات والحب بطريقه فاني ولذيذه فيها. لا فالولاد بيبقوا ايه يعني بطريقه انتراكتيف، مخليهم عايزين يتكلموا ويهزروا ويحسوا ان انا منهم. بس بقى المشكله ايه، في امهات يا حبايبي بيبقوا جايبين لي عيالهم على اساس ان انا هكلمهم على البلوغ يعرفوا ايه اللي هيحصل في جسمهم. وده بجد حصل معايا. جايبه لي ولد عنده تقريبا 10 سنين، بتقول لي ايه، ممكن بس يا دكتوره بالراحه في المعلومات، واحده واحده، عشان هو حبيبي لسه انا ما كلمتوش في اي حاجه تخص البلوغ وجسمه. قلت لها حاضر، انا كده براعي الفروق الفرديه، ما تقلقيش. الولد قاعد يا دينا، يعني كان ناقص يقول لي اقعدي وانا هقوم اشرح. انا بقيت اسكته علشان انا بوصل لمرحله معلومات كده ايه، بقولها للاهالي، بقولها لهم بقول لهم تقولوها انتوا للولاد بعدين بصوره فرديه، بس لازم نراعي الفروق الفرديه. بقيت اسكته اقول له حبيبي الباقيين ما يعرفوش المعلومات دي. لا ده هو قاعد، انا بدي الكورس للولاد لوحدهم والبنات لوحدهم، هو قاعد يقول لي البنات هيحصل فيهم ايه، والبنت بتحس لمامته ان هو ما في ديسنت ومش عارف اي حاجه، ولا تلاقيه قدام مامته حبيبي كده ايه يعني كتكوت قطه. فاللي عايزه أأكدوا للأهالي بلاش جو، أو ما تتخيلوش إن ولادكم مش فاهمين ومش عارفين. لازم تسبقوا، نبقى احنا اللي سابقين بخطوة، واحنا اللي نتكلم ونفتح في المواضيع عشان نعرف دماغهم آخرها ايه. لكن لو ما بيتكلمش خالص اعرف إن ده خطر، في حاجة غلط. ايه العلامات اللي تقولي إن ابني ممكن يكون حد بيتحرش بيه؟ طيب في السن الصغير اللي هم ما بيتكلموش، هتلاقي فيه علامات جسدية، ممكن تلاقي بليدنج أو متعور في الأعضاء التناسلية في جسمه، أو هتلاقي الطفل لو خلاص اتعود قلع الدايبر وبيدخل التويلت رجع يعمل تويلت على نفسه، عصبية مبالغ فيها، عنده مبالغ فيه، وأهم علامة نفور من شخص معين. لو الشخص ده جوه الدايرة هتلاقيه مثلا، ودي حالة حقيقية اللي بكلمك عنها، شخص في العيلة كانت الأم كل ما تدخل ببنتها، البنت تبقى لذيذة وبتلع، تشوف الشخص ده تروح قاعدة جنبها مستخبية وترفض تماما. الأم كانت بتتكلم بتحكي لي قصة كاجوري، فأنا قلت لها لا، هو أنت لازم تقفي عند الحتة دي وتعرفي بنت. وطلع فعلا الراجل ده بيتحرش بيها، وكان لسه يعني كان بياخدها على رجله ويلمس جسمها بطرق معينة. ده كام سنة؟ مش فاهمة. البنت كانت تقريبا ساعتها 5 سنين وحاسة
يعني زي ما بتقولي هي مش مرتاحه، الراجل بياخدها يقعدها ويبدا يلمس في جسمها. يعني ما قلعهاش لسه يعني، بس كان بيمسك في جسمها ويغصبها ان هي تفضل قاعده ويلمسها لمسات غير مريحه. فالبنت تقوم من على رجله تجري وهي مش عارفه، هي لسه برضو مش مستوعبه. فكانت الاشاره هنا ايه؟ ان انا اول ما بشوفه بترعب وبستخبى. بعد شويه ترفض تروح. في كيس تانية كانت عندي، البنت كانت دايما بتروح لبيت الجيران تلعب ومبسوطه وكل حاجه، فجاه بقت تعيط وتصوت مجرد ما يجيبوا سيره ان احنا رايحين نزورهم او نتغدى عندهم. ففي ايه؟ فطلع الاخ الاكبر بيتحرش بالبنت. يا ساتر. فانا كل الحاجات دي لازم اصدق طفلي. اي تغيير اكستريم، مش معنى ان احنا مثلا الطفل رجع يعمل تويلت على نفسه يبقى في حد بيتحرش بيه، بس العلامات مجمعه مع بعض. اي تغيير اكستريم في الطفل هو بيبعت لي اشاره بيه. ارجوكوا ما تتجاهلوش العلامات دي. بالنسبه للكبار بقى هتلاقيهم ايه؟ رفضوا مثلا لو كان كويس في المدرسه او في التمرين او كده، رفض بقى ان هو يروح مدرسه، مستواه اتاخر جدا، رفض يشارك في اي انشطه اجتماعيه، بقى عنده فضول مبالغ فيه، بقى يعمل العادة السرية، بقى يبان في يعني رسوماته، طريقة كلامه، بيرسم أوضاع معينة، بيتكلم في حاجات أنا مش متخيلة إن هو يعرفها، أو يعني اكستريم، بيوصف أوضاع أو بيوصف. فاحنا هنا لازم برضو إيه؟ أشوف هو بيشوف حاجة، بيقلد حاجة، ولا بيتعمل فيه حاجة. سبيك أب، عملنا لهم فيديو أنا وإنتي، أنا بعشقه. أكبر غلطات تعمليها لو حد من ولادك جه قالك إنه تم التحرش بيه، بس شكلها ما حدش اخدنا جد المره دي بقى. هنجي قاعدين بقى بالمايك، بالراحه بقى نقول الكلام تاني. بالراحه من غير تهريج. ده اول غلطه ممكن تعمليها. لو بنتك او ابنك جم حكولك ان انا شاكك او ان انا اتعرضت لحاجه، ما اقولهاش بس خلاص ما تقوليش لحد، ده لو بابا عرف هيبهدلنا، بس وطي صوتك. كانها ايه؟ عار هيلبسنا كلنا لو حد عرف ان في حد اتحرش بيها. تاني حاجه، ما زعقلهاش، ما اتهمهاش ان هي ايه اللي خلاكي انت تبعتي الصور، ايه اللي وداكي المكان ده، ايه اللي خلاكي تركبي اوبر الساعه 10 بالليل. على طول اتهم الطفل ان هو شريك وطرف في الموضوع ده. تالت حاجه، ان انا باين ان انا ما صدقهاش، انه ايه ده معقول؟ يعني هو كان قصده يعمل كده؟ يا سلام، يعني انتي ما عملتيش حاجه تستفزه. فانا كل ده بوصل للطفل رساله: انت مش ضحيه، وانا مش في ظهرك، وانت سبب في التحرش ده. اخر حاجه لازم بقى اعملها، ان انا اوريله ازاي باخد حقه. من الغلطات اللي بتخلي التحرش يأثر نفسيا بالسلب مدى الحياه على الطفل، ان هو عرفنا طبطبنا عليه وحضناه، بس ما خدناش حقه، ما خدناش موقف. فالبنت او الولد لازم يشوفونا بناخد موقف، سواء بنبلغ عن اللي عمل كده، لو اللي عمل كده من الدايره القريبه قوي، عشان مقدره ان في اهالي بيخافوا يتكلموا، لا يشوفونا واحنا بنقطع علاقتنا بيه، ما بنروحش المكان ده، بنسبورت ان هو ان ابني او بنتي لو عايزين يقولوا له من طرق العلاج، ان الطفل يقول ويواجه المتحرش على فكره. فلو البنت عايزه تقول لحد قريب منها عم صعب، جد، لو صغيره لو صعب. هي عايزه يعني. لو هي عايزه اوعوا تدفعوها. يعني احنا ما نقولهاش لازم تقولي له، لازم تواجهيه، ده غلط. لكن لو البنت هي مش هترتاح غير بالطريقه دي، انا عايزه تختار الرياكشن المناسب بالظبط، بس تشوفنا في ظهرها. رنا، انا مبسوطه انك جيتي معايا سيف اند لاود، احلى حلقه في الدنيا. وبرضه مش هنعمل اللي رنا بتقول. لسه اقول لك هتسمعي كلامي من امتى؟ رنا انا بقالنا 5 سنين بنشتغل مع بعض، وكل ما تقولي حاجه اقول لها تحفه ومش عارفه ايه، واروح اعمل عكسها زي البودكاست ده بالظبط. ناس كتير قالت لي ما اعملوش، رحت رايحه عاملاه. انت ايه اللي خلاكي اصلا، يعني انت بعيدا عن المجال ده، ايه اللي خلاكي، ايه الفكره جات لك ازاي اصلا؟ انا سعيده بيها جدا. حبيبتي. اولا صحابنا قعدوا يقولوا لي هو بعيد قوي عن البيرسونا بتاعتك اونلاين. قلت لهم لا، بس انا بقالي كتير بعمل كونتنت شبيه مع سبيك اب. ايوه بس انت اعملي كونتنت بقى فن ومثلا مع النجوم تعملي كونتنت عن الكونتنت. قلت لهم لا يا جماعه، انا لو هعمل باشن بروجكت لازم يبقى عن حاجه انا شخصيا محتاجاها. وانت عارفه انا عندي فوبيات وخوف من الشارع ومن الناس ومن كل حاجه في حياتي. فهو ده. وانا طبعا لما يتقال لي ما اعملش حاجه نفس اليوم، يعني اتقال لي من ساعه ما تعمل، انا جايه انا يلا يا رنا نصور. والله يا زينة يعني احييكي على فكره. مش قادره اخدك على محمل الجد واحنا عمالين نهزر. ده لذيذ لان الموضوع دارك، فلازم يبقى فيه موف، لمبه، كهارب، تصعيد، سنتر بيس، علشان بنستحمل الكونفرسيشن بس. بالظبط. ميرسي يا رنروني، ونشوفكم الحلقه الجايه مع سيف اند لاود، وستي سيف.